هدفين مقابل شيء. فوز أعطى الريال التصدر مؤقتا ب 81 نقطة مع مباراة ناقصة 78 بالطبع لبرشلونة في المركز الثاني. سيلعب هذا المساء مباراة الديربي أمام الإسبانيول الذي صنع فوز ريال مدريد في الأنفاس الأخيرة. ومارسيلو ماذا قال عقب نهاية المباراة؟ نشاهد. هذا الهدف لا أدري، سنرى إذا كان سيساعد على الفوز باللقب. من الصعب جدا أن نعرف، ولكن أنا سعيد جدا أننا خرجنا بالنقاط الثلاث، وكان الأمور صعبة جدا. الكثيرون الذين يأتون إلى هنا في البرنابيو يريدون مضايقتنا، ولكن هذا طبيعي، يريدون الفوز. ولكن اليوم أعتقد أننا بذلنا مجهودا كبيرا وأثبتنا من هو ريال مدريد. ريال مدريد فريق كبير، ومن الصعب جدا أن يخسر هنا في الشوط الثاني بعد هدف باريخو. ماذا فكرت؟ فكرت كما قلت، كان علينا أن نلعب حتى النفس الأخير، وفي نهاية الأمر خرجنا بالنقاط الثلاثة، وأنا سعيد جدا بهدفي، ولكن أسعد لأننا حصدنا النقاط الثلاثة. الهدف وضعت الكرة في ليس هذا المهم. المهم هو أننا ما زلنا في الصراع على اللقب. هل عليكم أن تفوزوا بكل المباريات المتبقية؟ نعم، إذا أردنا الفوز باللقب يجب أن نفوز بكل المباراة، ولكن الهدف يجب أن نلعب مباراة بمباراة بصبر وبعمل كبير. شكرا. مارسيلو سعيد بهذا الهدف.